حبيب العراق العظيم من خلال التعداد العام للسكان الذي تأخر ل3 عقود من الزمن الماضية، ولكن الحمد لله حسنا فعلت الحكومة الاتحادية باتخاذ القرار المناسب بإجراء التعداد العام للسكان، والذي كان على مراحل. ابتدأت من عملية التدريب وعملية اختيار العناصر، وأيضا جرت بعد ذلك عملية الحصر والترقيم، ومن ثم المباشرة بعملية التعداد التي كانت على مراحل. المرحلة الأولى كانت لمدة 4 أيام، والحمد لله نينوى كانت المحافظة الأولى، ثم بدأنا بالمرحلة الثانية التي تشمل حصر الوفيات والولادات وصاحبها حظر التجوال. هذا الحظر التجوال كان حظر تجوال إداري وليس أمني، من أجل تنظيم عملية الحصر للوفيات والولادات، وبذلت بصراحة جهود كبيرة من قبل الجميع في محافظة نينوى، ابتداء من المواطن الذي أبدى تعاون كبير مع الفرق العاملة ومع الأجهزة الأمنية وتطبيق حظر التجوال. وأيضا لدينا أكثر من 11,000 من العدادين والمشرفين موزعين على عموم محافظة نينوى، خاصة وأن هناك مناطق شاسعة، مناطق بعيدة تبعد عن مركز القضاء، ولكن تضافرت هذه الجهود إلى أن تكللت بالنجاح واكتمال عملية المرحلة الثانية في محافظة نينوى. اتصلنا في المركز الوطني بالسيد وزير التخطيط المحترم بأن هناك 3 محافظات قد أكملت، هي نينوى وواسط وديالى، وإن شاء الله نينوى من المحافظات المتقدمة في نسبة إنجاز التعداد للمرحلة الثانية. بالطبع لا بد من الإشادة بجهود الجميع، سواء فريق بغداد المركزي الذي تواجد معنا وكان العمل متواصل ليلا ونهارا، وكذلك دائرة إحصاء نينوى، وأيضا الفريق المحلي في ديوان المحافظة المشرف السيد مهار سبهان، والدور الكبير أيضا للقوات الأمنية، قيادة شرطة نينوى وقيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات غرب نينوى وقيادة الحشد الشعبي والوكالات الأمنية بكل مسمياتها. هذه الجهود أسفرت عن نجاح المرحلة الثانية بنسبة 100%، ولم يسجل أي خرق أو أي ما يعكر هذا العرس الوطني الكبير. بالطبع نحن فخورين أننا في هذا الوقت قادرين على إنجاح مثل هذه الممارسات، وخاصة أن هذا التعداد هو التعداد الإلكتروني الأول، يتم إرسال البيانات عن طريق المزامنة إلى بغداد المركز الوطني الذي هو يقوم بعملية التدقيق والتمحيص للبيانات المرسلة من المحافظات. والحمد لله فيما يخص الفرق الميدانية في عموم محافظة نينوى قد اكتملت، وأشرت لدينا أنها أنجزت بنسبة 100%. هذا يدل على نجاح العملية للمرحلة الثانية. بارك الله بجهود الجميع الذين بذلوا جهود كبيرة، تواصل العمل الليل بالنهار إلى أن تكللت بالنجاح. هناك تنسيق عالي جدا بين وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان، وهناك فرق من محافظة نينوى تعمل بإشراف هاتين الوزارتين، وهي متواجدة في مناطق الشيخان وفايدة، وكذلك أقسام من مناطق قضاء الحمدانية، لأن الكل يعرف هناك خاصة بعض القرى متداخلة إداريا بين حدود نينوى وحدود دهوك وحدود أربيل. إضافة إلى ذلك لدينا مناطق شاسعة بعيدة عن مركز المدينة، نتكلم عن جزيرة سنجار، جزيرة البعاج وجزيرة الحضر، مناطق ناية، المناطق التي محاذية للحدود السورية. ولكن الحمد لله الدور الكبير كان للقوات الأمنية التي رافقت العدادين ووصلت إلى أقصى المناطق حتى كان الحصر بنسبة 100%. بالنسبة لعملية التعداد، هي عملية برنامج حكومي منظم. سبق هذه العملية عملية الحصر والترقيم، ففي عملية الحصر والترقيم كان لدينا في محافظة نينوى 900,000 مبنى كلها مؤشرة،
وهذه المناطق التي تتحدث عليها في المدينة القديمة قسم منهم مستأجرين في الجانب الأيسر وقسم مستأجرين في الجانب الأيمن، وأعتقد هذه لن تؤثر على الحصيلة النهائية لعملية التعداد العام للسكان. نينوى كانت تعامل بأن عدد نفوسها 2,800,000 نسمة، ولكن نتائج التعداد هي التي ستظهر. أننا أعتقد ستكون هناك زيادة كبيرة جدا في عدد نفوس أهالي محافظة نينوى. بالطبع واحدة من فوائد التعداد العام للسكان هو تطبيق العدالة التامة في توزيع الموارد الدولة على كل المحافظات، وستكون على الكثافة السكانية لكل محافظة، إضافة إلى التمثيل السياسي في بغداد. أيضا سيكون له انعكاسات على التمثيل السياسي عدد السادة النواب في البرلمان العراقي. اليوم كما ترون هناك وجهنا القيادات الأمنية بأن يتم التعامل مع حظر التجوال حسب حاجة المواطن. اليوم معظم الأسواق مفتوحة، وكذلك نسهل عملية حركة المواطنين للحالات الطارئة، عملية التسوق، عملية الحاجات الضرورية للمواطنين. وأعتقد هناك استجابة كبيرة للمواطنين أنهم طبقوا حظر التجوال بمهنية كبيرة، لأنهم يعلمون أن هذا البرنامج هو برنامج حكومي الغاية منه استفادة حقيقية للمواطن. بصراحة دائما نقول أن السلطة الرابعة هي أحد السلطات التي مختصة بعملية تقويم الأداء ورسم السياسات العامة لأي حكومة أو أي مدينة أو أي نظام، ولكن ما نراه من السلطة الرابعة في محافظة نينوى إنها سواء الناشطين المدنيين أو القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بمهنية متناهية، ولديهم من الحس الوطني والإدراك ما يجعلهم يكونون عند حسن الظن سواء من أهالي المدينة أو باقي المحافظات أننا نملك أقلام حرة شريفة في محافظة نينوى.